أنا دماغك، ولما بخاف بدخلك في بانيك أتاك. أنا مش بكرهك، أنا بحميكي. الجسم مش بينسى الذكريات اللي دفنتيها جواكي وفاكرة إنك نسيتيها، بتطلع تاني وتهاجمك على شكل نوبات هلع. بحس بالتهديد وكأنه لسه حاصل، فشغل جهاز الطوارئ، ضربات قلب سريعة، عرق، نفس مسحوب، كأنك بتموتي. ولما النوبة تخلص أنا ما بهداش فوراً، أفضل يوم أو يومين براجع الإشارات. بنكون في حالة حرب، الجسم بيقول مش قادر، والعقل بيحاول يطمنه إن الخطر دلوقتي ما بقاش موجود. وعشان كده تحسي مدغدغة، مرهقة، ومتوترة من غير سبب واضح. تعملي إيه عشان تهدي؟ 1. عدي 3 حاجات قدامك بصوت عالي وسميهم. 2. اشربي مية ساقعة أو امسكي تلج في إيدك كام ثانية. 3. امسكي حاجة ملمسها قوي، مفتاح، كورة ضغط، قماشة خشنة. 4. شهيق، استني لحظة، وبعدين زفير أطول. ومع الوقت لو فتحنا الجروح القديمة ونضفناها صح، الجسم هيبطل يبعت إنذارات غلط. وافتكر إن الجروح الملوثة ما بتخفش يا صاحبي. قولولي يا أصحابي، جالكم نوبات هلع قبل كده؟ ولو الإجابة عملتوا إيه عشان تبقوا أحسن؟